يا سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ عساكم بخير. أنا الآن قاعد بين مجموعة من الأتراك، طبعا بمكان إنشاءات. أخذ لكم لقطة سريعة هيك بشكل سريع. عم نشرب شاي، يعني تعرفانين الشاي التركي لابد. المهم، باختصار، قاعدين مجموعة من الأتراك من البحر الأسود كاردنيز. فأحد الأحاديث والمواضيع اللي كنا عم نحكي فيها هلا شباب عم يشتغلوا، انفتح موضوع دهن الدببة. وبصراحة أنا اللي فتحته واستقصدت إني أفتحه، لأنه لما كنا عم نصور فيديو تبع دهن الوز اللي بيطلع من رقبة الوز أو سمن الوز نفسه، أحد التعليقات أجت من أحد الأخوة إنه سامع هو من أحد الأتراك عن دهن الدببة. فأنا قلت أكيد عندهم خبرة، والجماعة اللي عم يشتغلوا حاليا هنا في الإنشاءات اللي أنا فيها هم كبار العمر، مسنين، وجماعة البحر الأسود كارادينيز، يعني عندهم خبرة في هي المواضيع. فمن حديث لحديث قلت خليني أرمي في التيشة. فتحت الموضوع، وبصراحة حكوا عن دهن الدببة معلومات منها فهمتها ومنها ما فهمتها، يعني معلومات بتخص الجسم نفسه. أحد المعلومات اللي حكوها وتداولوها من خلال الحديث عن السعال، يعني الناس اللي عندها كحة، اللي عندها سعلة، اللي عندها التهاب قصبات، اللي عندها مشاكل في الصدر، رجال نساء شباب، هذا الشيء مفيد لهم. حكوا عن آلام العظام والمفاصل. الناس اللي بتعاني من وجع في المفاصل في العظام أيضا مهم كتير لهم أو مفيد كتير لهم، يعني في لها نتيجة مذهلة على حسب كلامهم. أنا بصراحة ما جربتها، فقط قرأت في التعليقات، وهلا هون صار في حديث عنها. طبعا حكوا عن خصائص وفوائد كتير كتير إلها، لأنه أجدادهم بيستخدموها. طبعا بيحكوا انه حصرا من مدينة قريبة لولاية كارس التركية، بيطلع من هناك مناطق باردة جدا، مناطق ثلجية. حصرا اللي بيطلع من هناك دهن الدببة، اللي بده يشتري دهن دببة أصلي يستفيد منه. الشيء الثاني، رحت فتحت الانترنت وبدأت اتصفح هذا الموضوع، وقرأت عن الفوائد المذهلة من الفيتامينات والكالسيوم والصوديوم والفيتامين A والA والD وإلى آخره من الفيتامينات الموجودة فيه. فشيء مذهل بصراحة. بعد ما قرأت عنه مباشر رحت بحثت في جوجل هل هو موجود ويباع على الانترنت ولا لا، ولا حصلته موجود ويباع على الانترنت. لكن انك انت شخص تشتري من اماكن مثل ترينديول او هابسي بوردا، ما اعتقد يكون فيه نتيجة، لانه العلبة كلها عم تنباع ب50 ليرة، وبهذا الوقت 50 ليرة هي عبارة عن ولا شيء بصراحة. يعني مش هذا المبلغ اللي اعتقد والله اعلم يكون في منه نتيجة. يعني بمعنى اصح اكثر، بالمليار مليار السمن مغشوش. فانا بصراحة صار عندي فضول، رح احاول اوصل لهذا السمن، رح احاول اعرف وين المصدر فيه. وبتمنى من الناس اللي عندها معلومات، اللي عندها خلفية عن هذا الامر، يعني احنا تعلمنا او انا سمعته من خلال احد المشاهدين سمعان فيه هو، فكتب في التعليقات. فبتمنى منكم تشاركوا في التعليقات، وبتمنى تحكوا لنا لو عندكم تجارب او سمعتوا من حدا، وترفعوا هذا الفيديو لعل وعسى يوصل لعدد اكبر عدد من الناس، ونتبادل المعلومات بين بعضنا. وبوعدكم ان شاء الله ساوي جهدي انه احصل على هذا الثمن وجربه واحكي لكم عن نتائجه، ولو حصل فيه نتائج خبركم انه جبته، وفيكم تتواصلوا معهم لو حصلتوا ان شاء الله. سامحونا على الاطاله، واتمنى تشاركوا في قسم التعليقات. كنت معكم انا وائل دبش، حياكم الله جميعا.